السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، والتسعة وعاشوراء علينا كده بخير يا رب، ويعود علينا الأيام والسنة دايما تكون فرح وسعادة وهنا على الجميع. أنا معايا النهاردة هنعمل شوية كاستر بالجيلي بالموز. فيديو متداول ومشهور ومعروف عند كل القنوات. ازاي نعمل الكاستر بالجيلي بالموز بالفراولة بالتفاح بأي حاجة. معايا نص كيلو من اللبن او اي لبن عندك بقى، بصراحه ده متواجد عندي. هحط عليه معلقتين من السكر. العبوه ديت نص كيلو، يعني كوبايتين من اللبن هحط عليها معلقتين من الكاستر، لان كل كوبايه ميه او لبن بيتحط عليها معلقه من الكاستر. وطبعا بندوبه على البارد مش على السخن. لو حابه تغلي اللبن وتحطي الكاستر في معلقتين من الميه تدوبيهم كده زي النشا وتنزلي بيهم براحتك بصراحه. بس انا يعني ايه، انا هنزل بيهم كده على اللبن على طول، لان هو ما بياخدش حاجه على طول. وبعدين اللبن كان بره، يعني في الجو الحار ده اللبن تحس ان هو دافي شويه. هقلبهم حلو. لو حابه تستبعدي السكر براحتك برضو، انا حاطه معلقتين من السكر برضو، وعلى حسب ما انت بتحبي تحطي قد ايه. انا حابه اعتذر منكم على، يعني بصراحه انا بقالي فتره، لاني بصراحه النت كان وحش عندنا جدا، وكان عندنا عطل في السلاك النت، فعشان كده ما قدرتش اتواصل العشر ايام اللي فاتوا دولت. فالحمد لله المشكله اتحلت وحليناها. ارجع بقى للفيديو. خلاص انا دوبت الكاستر معايا بالسكر، وهحط كده بقى. طبعا لازم تحطيه على النار علشان يجمد معاك. انا بقى هجيب ظرف من الفانيليا. لو حابه تحطي براحتك، حابه تحطي معلقه ميه ورد براحتك المتواجد عندك. ولو حابه ما تحطيش خالص، لان اصلا الكاستر بيبقى ريحته حلوه خارج المهلبيه. بس بصراحه يعني الفانيليا ديت بتديله ريحه حلوه وطعم حلو كده وانت بتاكليه. ويا سلام بقى لو متواجد عندك حبايه مستكه، بس انا بصراحه مش موجوده خلصانه. دورت وما لقيتش فاستبعدت، فقلت احط بدلها الفانيليا. بتدي طعم حلو قوي وطعم وريحه حلوه كده وانت بتاكليه. هدوب معايا بقى الكاستر كده على النار لغايه تحسي ان هو اتمسك معاكي. طبعا هو كده حسيت ان هو لسه سايل شويه. هتدوب برضو، يعني ايه، ما تطفيش الا لما تحسي ان في، شايفين الفقاقيع ديت، يعني خلاص الكاستر بيستوي معايا وطاب. يعني مش ان هو يلف معاكي كده وخلاص، لا، لازم الكاستر يكون مستوي معاكي، عشان لما تيجي تاكلي المهلبيه او الكاستر، اذا كانت بالكاستر او بالنشا، ما تحسيش ان في رده كده، لان الحاجه ما تكونش استوت معاكي. فلازم تكوني مسوياها حلو قوي قوي على النار، عشان تحس بطعم الحاجه وانت بتعمليها. كل ما تتعبي يعني دقايق زياده كده بتحسي والله بفرق في اي اكله. كتير بيسالوني وبيقولوا بنعمل زي ما انت ما بتعملي، ما بتطلعش. بس هو بالفرق ان انتوا بتبقوا مستربعين ومستعجلين، فعشان كده حاجه ممكن ما تطلعش معاكم زي ما بنطلعها في الفيديو بالظبط. هنا بقى هحط الكاستر معايا على حسب ما انت حابه تحطي كميه نص الطبق كله. انا بصراحه هعمل طبقين كاستر كاملين، والبقيه الكوبايات ديت هحط فيها كاستر وجيلي. وجيلي لوحده طبعا، الاولاد عندي بيحبوا الجيلي طبعا بالموز. طبعا زي ما قلنا لو حابه تحطي اي فاكهه متواجده عندك حطي. خصوصا ان الموز الايام دي، الموز النهارده الكيلو ب20 جنيه. انا بصراحه كنت جايبه كيلو بس من السوق، وكنت ناوية ان انا اعمله كده بصراحة. لان يعني انا سألتهم ان انا اعمل لكم عاشورة ولا اعمل لكم جيلي وكاستر ومهلبيه. قالوا لا، اعمل لنا الجيلي بالكاستر، بيحبوه بصراحة. وبيحبوا برضو البليلة، بس يعني ايه، مش قوي. فقلت لا، انا هعمل الاكله. طبعا خصوصا احنا في زمن لازم أن الاكله اللي تتعمل تكون محبوبه وهتتاكل. مش اعملي نجرب هنشوف هناكلها ولا لا، لان كل حاجه النهارده مكلفه. طبعا هحط الكاستر كده زي ما انتم شايفين. الطبقين اللي انا هسيبهم كاستر، هرش عليهم جوز الهند وزبيب مكسر اللي متواجد عندك. ولو مش حابه تحطي براحتك برضو، بس انا حطيت لان بصراحه انا عندي شويه كده في الكيس في التلاجة، فقلت احط عليهم. بيزودوا كده من قيمته الغذائيه وبيدوا طعم حلو. هدخله بقى التلاجة على طول. هو اصلا من غير التلاجة برضو هتلاقيه تمسك على طول، لانه طبعا هو مش زي الجيلي، هو مع فيه نشا فبتلف معاكي فبيعمل تماسك في اللبن. لكن الجيلي بيبقى سايل خالص، بيبقى ميه، محتاج يخش التلاجة 6 ساعات. مع ان بصراحة صعب جدا في الايام اللي احنا فيها، لان الكهرباء بتقطع، فصعب ان الكهرباء تفضل عندنا 6 ساعات متواجدة كده على بعض. انا كنت عامله باكو جيلي بس، فلقيت ان هو مش هيكفي. شيحت بنتي نزلت جابت كمان باكو، وحطيت طبعا عليه معلقتين سكر. لو انت حابه تستبعدي السكر براحتك، بصراحه الاولاد عندي بيحبوه مسكر شويه.
بس لما جيت افتح العبوة التانية اتفاجئت ان ده لون وده لون، يا شايفين. انا استغربت، حتى بنتي قالت لي هو ده طعم هو ده طعم، قلت لها الاتنين بالفراولة، فما اعرفش ده لون وده ممكن بتبقى بس شركات. لان ده كان عندي، ولما قالت مش هيكفي نزلت جبت كمان شيحتها، يعني هي نفس العبوة والله اهو. حتى انا قلت اما اتاكد ده فراولة وده فراولة، بس ده لون وده لون، مش مشكلة، هو كده كده بيبقى لون واحد في الاخر يعني. هنزل بمي بتاع العبوة ديت لها كوبايتين من المية، كوباية سخنة وكوباية ساقعة. طبعا انا نزلت بالعبوتين، هنزل بكوبايتين من المية السخنة علشان، وطبعا انا مش هحطه على النار خالص، يعني ايه، انا هنزل بنص كوبايه لان هحط النص التاني ساقع، لان هو كده كده لو ممكن ادوبه في كوبايه واحده كمان، بس انا قلت هدوبه في كوبايه ونص علشان انا مش هحطه على النار، يكون سهل معايا في الذوبان كده. كل ما ان انت يعني الميه كانت مغليه خارج وما حطيتهوش على النار، بيتماسك معاكي بسرعه اكتر في التلاجة، لانك هتحطيه على النار بيزود من درجه الحراره بتاعته ودرجه الغليان، فبيغيب حتى لو انت زودتي له ميه ساقعه او متلجه بيغيب شويه. انا هنا قلبته كويس كده زي ما انتم شايفين، بدون والله ما حطيته على النار خالص، وهو على الترابيزه كده. كان عندي ازاز صغيره كده في الفريزر، شايفين الميه يعني شبه متلجه، دي كانت متلجة اصلا، ما نزلتش غير نص الكوبايه علشان انا عايزه الجيلي يبرد بسرعه قبل الكهرباء ما تقطع. انا اول الكهرباء ما جيت قمت عامله على طول، لان هي بتيجي ساعتين وبتقطع ساعه وتلت، فقلت يعني ايه يلحق يتماسك شويه. هنزل هنا بقى زي ما قلنا احنا حطينا كوبايه ونص، هنزل هنا بكوبايتين علشان بصراحه انا عايزاه متماسك شويه، يعني ايه ممكن تلغي النص كوبايه، يعني شو حشت شويه دول كمان، انا عايزاه متماسك شويه، فاهمين قصدي؟ يعني لان عليه طبقتين من الحاجه، ولو انت بتعملي جيل لوحده حابه تعملي كوبايتين، حابه تعملي كوبايه ونص على العبوه، هو متاح ان انت تعملي زي ما انت حابه على حسب القوام اللي انت حباه، مش شرط يعني. انا هنا علشان بدل ما احط كده بالكبشه بنزله في اللي عندي في براد في كنكه، واقوم حاطه بقى ايه براحتي كده، ما يوقعش مني هنا ولا هنا ولا اي حاجه. انا بصراحه بنتي قامت جايبه الموز وقعدت تخرط وتحط، قلت لها كده كده هيعوم على الوش، قالت لي لا انا عايزاه يبقى في طبقه على الكاستر وطبقه على الوش، قلت لها اعملي. فحطت كده صبعين، يعني على فكره اللي انتوا شايفينه دولت كان يعني قشرت صبع وكان هيكفي، يعني احتجت حاجه بسيطه من الصبع التاني، يعني ممكن صبعين او 3 صوابع يعملوا معاكي الكميه اللي انت حباها. لو انت مش هتعملي مثلا كاستر، يعني هتعملي جيلي بس بالموز، هصب كده بقى وانزل، هجيب بقى الموز التاني واخرطه بقى على الوش، لان بصراحه هو هنا كده بتخرطيه وتحطيه على الوش. في ناس بتسيبه لما يكون يعني بعد ما يبرد شويه كده تنزلي الفاكهه في الجيلي، لا انا بحب انزلها وهي يعني ايه لسه الجيلي يعتبر دافي معايا، علشان الفاكهه تاخد من طعم الجيلي، والجيلي كمان ياخد من طعم الفاكهه، لان لو حطيتيه وهو ساقع مش هتستفادي حاجه، هيبقى طعم الموز لوحده وطعم الجيلي لوحده، لكن كده الحاجه دافيه زي ما يكون بيسويه كده، فاهمين قصدي؟ يعني احيانا لما بيبقى تفاح وهو سخن بقوم حاطه التفاح على طول عشان يدي معايا تسويه حاجه بسيطه كده للتفاح. ده كده اهوت زي ما انتم شايفين. خرطت هنا، ده طبعا فاض معايا جيلي وصبيت تاني في كاسات تانية في كوبايات تانية، طبعا زي ما انت حابه تحطه في كوبايات في اطباق، دي حاجه ترجع لك، حاجه سهله وكل الناس بتعرف تعملها. وانا قلت النهارده نعمل العاشوره بقى، يعني نحتفل كده، خصوصا ان بنت صايمه كده، والنهارده نتيجه الثانويه الازهريه، يا رب يفرح الجميع. وده كان فيديو النهارده، ويا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه واتبسطتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.